السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصراحة مش عارفة يعني أبدأ الكلام ازاي، بس غالبا هيبقى ده الكلام اللي هيتقال في الفيديو ده أسوأ كلام عملته في كل الفيديوهات اللي فاتت، أو أسود كلام هيتقال يعني. مش عارفة أبدأ منين الصراحة. أول ما سوريا بشار مشي منها ما اهتمتش قوي بصراحه، لقيت السوريين فرحانين والدنيا تمام، فخلاص يعني ما اهتمتش ابحث عن الموضوع خلاص. وسمعت السوريين بيتكلموا مبسوطين وفرحانين تمام، وسمعت كمان ان هم فتحوا سجن او معتقل وطلعوا منه المساجين خلاص. الموضوع حتى انا ما عنديش ما عنديش فيسبوك، وما بقعدش على اليوتيوب الا نادرا قوي. حتى كل موبايلي برامج تعليميه كده ايه عشان بذاكر لمثلا وحاجات زي كده. يعني حتى اليوتيوب ما جابليش اي حاجه عن السجن دوت، وولادي ما بيحبوش يقولوا لي اي حاجه يعني ايه تتعبني نفسيا، لان المواضيع دي تاذيني جدا يعني. فما كنتش اعرف. بالصدفه كده ماسكه الموبايل امبارح وسمعت واحده بتتكلم عن الموضوع، بتتكلم ما جابتش اي صور ولا اي حاجه. ف يعني استغربت جدا من الكلام، فكلمت بنتي هو ايه موضوع السجن دوت. فقالت لي يعني لا بلاش تبحثي عنه مش عارفه ايه. فقلت لها طب بس عايزه افهم، طيب ده اتقال وصف غريب جدا يعني. فجابت لي يعني فيديو كده كام ثانيه بس، اللي هو عمق المكان اللي محطوط فيه السجن ده. فقلت ايه ده بجد؟ يعني المفروض ان احنا كل ما هندخل تحت الارض الاكسجين هيقل. فالناس دي كانت تحت الارض، دي كانت مدينه بقى بحالها عميقة جدا واوض كتير وناس جوه كتير. هما دول كانوا بيتنفسوا ازاي؟ لدرجة ان انا شكيت ان الكلام ده يعني ده فيلم مثلا، دي جزء من فيلم اللي انا شفته ده مش حقيقة. يعني ازاي؟ مش قادرة اتصور ان بالعمق الشديد دوت والمساحة الكبيرة اللي تحت الارض ديت وكمية الناس دي كانوا بيتنفسوا الاكسجين واصل تحت ازاي. يعني ده اختراع بصراحة. يعني اللي صمم السجن ده يعني مش عارفة ده ايه، ده ايه العقلية دي؟ وليه يعملوا سجن اصلا بالشكل الغريب ده؟ ما يعملوا سجن عادي جدا على وش الارض، اوض عاديه، السجون عاديه اللي احنا متعارف عليها. ليه تحت الارض؟ انا عايزه افهم ليه تحت الارض والله. يعني انا مش قادره افهمها يعني، ما اعرفش. المهم القصص اللي انا سمعتها بقى عن وسائل التعذيب لفت نظري. يعني مين الشخص ده اللي كان بيقعد كده ويفكر ويخترع وسيله من وسائل التعذيب؟ يعني كان يعني بيعمل ايه في نفسه عشان يطلع الفكرة دي؟ اللي بيخترع وسيلة التعذيب. يعني كان مطلوب منه مثلا، يعني بيقول له انت قيادة، انت مطلوب منك بس تخترع لنا وسائل تعذيب، وفلان ده اللي هينفذ الوسيلة ده، وده اللي مش يعني هم كانوا بيقسموا المهام مثلا كده يعني. الشخص ده الشيء ده، مش هقول الشخص، الشيء دوت اللي كان بيخترع وسائل التعذيب كان يعني بيقعد كده ويرسم ورقه وقلم، يجيب ورقه وقلم ويرسم كده احنا هنعمل هنا. كانوا عاملين حاجه اسمها مكبس الجثث مثلا، او مش عارفه اوضه الملح، او دي، او مثلا الناس دي نعمل فيها كذا. يعني كان بيخترع بيرسم كده بورقه وقلم هنا نعمل كذا. الافكار دي كانت بتجيله ازاي؟ الشيء ده اللي بيخترع وسائل التعذيب، الافكار كانت بتيجي على باله ازاي؟ مش متخيله ان ده عادي. عنده عقل ولحم ودم وعينين وبق. لا مش متخيله كده، انا متخيلها حاجه تانية يعني. مش قادره. يعني لو كان الشيطان ليه صوره هتبقى اجمل. يعني احنا ما نعرفش شكل الشيطان، بس اكيد هيبقى اجمل من البني ادم ده، او من الشيء ده. انا هسميه شيء، مش قادره اسميه بني ادم. من الشيء ده. طب وفي حاجه تانية، هم ليه كانوا بياخدوا ستات؟ يعني هم انا اعرف الناس اللي بيعتقلوها رجاله مثلا لاي حاجه عملوها. انا ما اعرفش كانوا بيعملوا ايه، ما اعرفش يعني. طب هي الستات ايه يعني؟ كان دورها ايه ان هي تتاخد وتتسجن؟ ايه الحاجه اللي الست عملتها عشان هم بياخدوا ستات بنات ما مش فارق معاهم يعني السن ولا ياخدوها؟ هي اذتهم في ايه؟
ايه الضرر الكبير اللي جاي من الست دي ولا من البنت دي عشان تخش السجن ده؟ ايه هي لو كانت عملت حاجة طب ما هتخش سجن عادي. السجن ده منفى يعني، حاجة اللي يخشها غالبا ما كانش بيطلع منها. اعتقد هم كانوا عاملينها لكده، ان اللي يجي المكان ده مش طالع منه تاني. لكن السجون العادية الظاهر بقى ان هي ايه، السجون العادية للناس ايه اللي ليها احكام وهتخرج. لكن السجن ده بالتحديد مش فاكرة اسمه والله كان ايه ده تقريبا. يعني اعتقد ان هو كان منفى خلاص، اللي يدخل فيه مش طالع. لان في ناس طالعة هي مش عارفة هي من امتى، هي مش عارفة هي من انهي زمن. وفي ناس مش عارفة اصلا ان كان في حد اسمه بشار اساسا، ده هم من قبليه، من قبل كمان. يعني دي النصيبة يعني انتوا من. وبعدين المكان كله عبارة عن اضاءة كهرباء، ما يعرفوش عن النور بتاع ربنا حاجة اللي هو النهار. فيعني لما خرجوا للنهار كان بالنسبة لهم حاجة، وسنين في مكان كده كل إضاءة، مش عارفين ليل من نهار، من شهر عدى، من يوم، من سنة، مش يعني خلاص اتحطوا في المكان ده. كل علاقتهم بالدنيا اتقطعت. لا يعرفوا حاجة عن الطقس ولا النهار ولا الليل ولا السنين ولا الدنيا عاملة ايه، مين مات مين عاش، ايه اللي حصل اكن هم اتنقلوا كوكب تاني، مش عارفين حاجة عن الدنيا. اتدفنوا أحياء. ده مدفن، ده كده مدفن بس هم عايشين. حاجة بشعة يعني. وسائل التعذيب كانت غريبة. أنا عارفة طول عمري إن وسائل التعذيب دي اللي هي إيه، يمسكوا واحد يضربوه بالكرباج. ده اللي احنا كنا بنشوفه في الافلام حتى، يعني عن التعذيب بتاع المعتقلات والسجون، وحتى الاسرى لما بتاخدوا يعني بلد بتاخد اسرى لناس يعني محتله مثلا. فوسائل التعذيب في الافلام وعن الاسرى وكده بيبقى بيمسكوهم يضربوهم بالكرباج مثلا، حاجات زي كده. انما وسائل التعذيب في المكان ده كانت غريبه جدا. يعني ايه يجيبوا واحد ويقولوا له يعني يجوعوه ويقعدوه في اوضه كلها ناس ميتين عشان لما يجوع ياكل من الجثث، ولما يرفض ياكل يقولوا له لما انت لو ما اكلتش هنجيب لك ابن اختك يعني تاكله، يقتلوه او مش عارفه يعذبوا ابن اخته ولا يشووه حاجه زي كده وياكلوه له، فاضطر ياكل من الجثث اللي قدامه. انا عمري يعني انا لسه بقول الشيء اللي كان بيخترع، انا اسفه على الحاجه اللي في ايدي دي، الشيء اللي كان بيخترع وسائل التعذيب ده كان بيفكر دماغه دي اللي هي عامله ازاي. الحاجه انك تجيب شخص وتاكله من جثث دي خطرت على باله ازاي؟ يعني طول عمرنا نعرف ان التعذيب ضرب، وسائل التعذيب ضرب، وسائل تانية بس بضرب برضه، يعني يقلعوا له ضوافره مثلا، يحرقوه في جسمه، فاهمين الحاجات دي. لكن ياكلوه من الجثث ده مش عارفه دي خطرت على بالي الشيء ده ازاي اللي اخترعها دي. الستات كانت يعني مش عارفه اتكلم، اقسم بالله ما مش عارفه يعني ايه بنت تخش عندها 19 سنه، بنت تطلع معاها كام عيل، ده معناه ايه؟ انتوا بتعملوا يعني انتوا فين يعني مش عارفه اتكلم، يعني مش عارفه. الستات كانت على طول يعني الاغتصاب شغال، ما كانوش يعني، هو ده وسائل التعذيب كانت يمكن للستات. الرجاله بقى انا ما اعرفش كانوا بيعملوا يمكن كانوا بيعملوا حاجات، يعني انا مش عارفه اتكلم يعني عن اللي يعني انتوا كلكم اكيد سمعتوا، يمكن في حاجات حتى وصلت لكم اكتر من اللي وصلت، لاني ما قدرتش اكمل اعرف وسائل التعذيب ايه اكتر من كده. كانوا عاملين مكبس للجثث، يعني من كتر الجثث بقى اللي ماتت عندهم مش عارفين يعملوها ايه، فيروحوا كابسينها عشان تبقى قطعه واحده، ما يبقاش جسم كامل يعني. اللهم احفظنا يا ربي. انا عايزه اعرف هي الاشياء بقى اللي عملت التعذيب ده واللي قامت بالتعذيب دول مصيرهم ايه بعدين؟ يعني كنت في ناس كانوا بيقولوا ايه، ان ربنا مش عامل نار، ربنا غفور رحيم بعباده، ربنا هيدخلنا كلنا الجنه. كان في مقوله كده او في راي يعني.
طب هو الرأي الناس اللي بتقول ان مفيش نار وربنا غفور رحيم وربنا مش ممكن يعذب عباده، منطقيا ان الناس دي تخش الجنة عادي معانا؟ ده منطقي بالنسبة لكم؟ يعني الناس اللي بتقول مفيش نار، منطقي قوي انك تشوف الاشياء اللي بيعذبوا دي ويخشوا جنة كده عادي؟ ده ما ينفعش يعيشوا في الدنيا، مش هقول لك ما يخشوش الجنة بقى، ما ينفعش يعيشوا في دنيا عادية يتنعموا بان هم يروحوا ويجوا ويناموا ويصحوا، ما ينفعش. يعني النار، قلتها قبل كده وبقولها تاني، اكبر عدل من ربنا ان يبقى في نار في الاخره. دول عايزين نار اخره ودنيا واخره، مش النار بس في الاخره؟ لا، قليل. ده انا استغفر الله العظيم يا رب، لما شفت فيديو الناس اللي بتتكلم عن التعذيب وكده، يعني قلت يا رب يا رب، النار اللي معموله للناس دي يا رب لا كترها شويه. دي مش لا، انا مش عارفه شكل النار طبعا ايه يعني اللي مستنياهم، بس يا رب لا زودها شويه مهما كان. انا لا، زودها شويه يا رب، هم يستحقوا اكتر من اي يا رب زود لهم النار شويه، دول يستحقوا اكتر. النار اللي يعني الناس دي عايزين حاجه، مش عارفه كانوا عايشين في الدنيا ازاي وهم بيعذبوا الناس كده. يعني يجي واحد يعني يقول لك كانوا بيدونا يعني لقمه عيش كده، يعني عزكم الله، يعني يتبولوا عليه وبعدين يقولوا له خد كل. ايه التعذيب الغريب ده؟ طبعا دوت مع الضرب والسحل والحرق اللي احنا عارفينه ده هم يعني زياده، زودوا عليه زياده. يعني الشيطان ربنا قال له يعني وعده بالنار عشان ما رضيش يسجد بس لسيدنا ادم. ده كان اول جرم عمله الشيطان، وربنا خرجوا من رحمته ووعدوا بالنار بس عشان ما رضيش يسجد لسيدنا ادم. بس طبعا الشيطان قال له طب يا رب سيبني بقى يعني في الدنيا بقى اغوي العباد. لكن اول حاجه عملها واول حاجه خرجت الشيطان من رحمه ربنا ان هو ما يرضيش يسجد لسيدنا ادم. امال الناس دي ايه؟ ده الناس دي يعني تفوقت على الشيطان. يعني يا رب لو كان الشيطان ليه مكان معين في النار، دول اسوأ واسفل منها، ياخدوا مكان افظع من مكان الشيطان. يعني مش عارف. من احيا نفس فكأنما احيا الناس جميعا، ومن قتل نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فدول بقى شوفوا موتوا كام شخص. ده في ناس كانوا مش بيموتوهم كده طق مثلا ضرب رصاص ولا من كتر التعذيب، ده كانوا بيقطعوهم حيين. يعني فاهمين؟ يعني مثلا يخش مره يتقطع له ايد ومره يتقطع له رجل، يفضلوا كده لحد ما الشخص يخلص. يعني انتوا فاهمين ده كان إيه؟ انا بقى يا ربي بقول الناس، يعني الله يكون في عون الناس اللي خرجت من المكان ده. طبعا الناس دي كانت عارفه انها عمرها ما هتخرج وربنا قدر لهم الخروج. طبعا الناس خارجه يا عيني مش فاهمه ايه اللي بيحصل، اللي خارج مش دريان اصلا بالدنيا وفاقد الذاكره ومش عارف هو كان فين ولا بقى فين، واللي عنده يعني اختلال عقلي شويه، يعني ما تفهمش يعني كده وعمال يضحك ومش فاهم حاجه في مش فاهم ايه اللي بيحصل اصلا، يعني حصل لهم اختلال عقلي شويه. واللي خارجين عندهم بقى حاله رعب من كتر اللي شافوه. ايا كان الله يكون في عون الناس اللي خرجوا. والله العظيم انا ما عارفه دول هيكملوا يعني بقيه حياتهم ازاي بعد اللي شافوه وبعد اللي اتعمل فيهم. والله يرحم اللي مات، يعني اكيد ربنا هيرحمه. انا يعني مش عارفه اتكلم والله، بس هم اكيد في الجنه ان شاء الله اللي ماتوا يعني. وكلمه حسبي الله ونعم الوكيل، انا نفسي في كلمه اقوى منها نقولها على الناس، على الاشياء بقى، الشيء اللي عمل التعذيب واللي عذب واللي اخترع واللي رسم السجن واللي كان قائم على الموضوع كله. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، يعني استغفر الله العظيم يا رب، دي بتقولها لما بكون فايض بيك على الآخر. احنا يا ربي أكتر من فايض بشوية، يعني احنا مش عارفين نقول ايه. يعني انت مش لاقي دعوة مناسبة تقولها في وضع زي ده
وعلى اشياء زي دول انت مش لاقي يعني كلمه تقولها. والله العظيم انا جيت ادعي ما سكت، لقيت نفسي ما مش عارفه اتكلم، مش عارفه، ما فيش دعوه مناسبه يعني تدعيها على الناس دي. يعني ما تقولش يا رب انتقم منهم، يا حسبي الله ونعم الوكيل. حاسه ان ده ابسط من ان انت تقوله على ناس زي دول عايزين حاجه لا اكبر. مش لاقيه كلمه تعبر على ان يا رب الانتقام شكله. انا نفسي اشوف الانتقام، انا نفسي الناس دي تشوف الانتقام كده في حياتها، في حياتها. يعني اللي كان بيحصل في الستات يحصل في ستاتهم وفي بناتهم قدام عينهم، يشوفوه بيتكرر زي ما كان بيتكرر في الستات، يتكرر في بناتهم وستاتهم، بعدد الستات وعدد المرات اللي حصل في السجون دي يتعمل في عدد بعدد الايام دي في ستاتهم وفي بناتهم. يعني لو في ست مثلا اغتصبوها مثلا 20 مرة، يغتصب وست جمعنا مثلا اغتصاب بعدد 2000 مرة، يبقى بناته والست بتاعته وامه كله يغتصبوهم 2000 مرة. لو في شخص مثلا قطعوا له دراعه، يقطعوا له دراعه هو حته الدراع كله مره واحده، لا يقطعوا منه حته كده. يعني نفس وسائل التعذيب اللي حصلت دي تتعمل فيهم بقى، في الناس اللي كانوا بيعذبوا واللي كانوا بيأمروا بالتعذيب واللي كانوا يعني قائمين على الموضوع كله كده، دول يتعمل كده فيهم وهم حيين. وبعدين بقى يبقى ياخدوا جزائهم بقى عند ربنا لما يموتوا، يعني ربنا يكحمهم ان شاء الله، وجهنم وبئس المصير. يعني لما يبقوا يموتوا بقى خلاص احنا مش عايزين نشوفهم لما يموتوا هيحصل لهم ايه، ربنا ادرى واعلم هم يستحقوا ايه. بس انا بتكلم في الدنيا، الناس لازم تشوف، الناس اللي تعذبت لازم تشوف يعني اللي عملوا فيهم كده لازم يحصل لهم حاجة، لازم يشفوا غليلهم ويبردوا نارهم من اللي حصل فيهم. ما ينفعش يعني نسمع ان فلان مثلا مات، لا استغفر الله العظيم يا رب، ده مش اعتراض يا رب، بس يعني عدل من ربنا ان الناس دي تشوف اللي ظلمهم بيحصل فيه أسوأ من اللي حصل فيهم، أسوأ كمان، مش زيه بالظبط، أسوأ، عشان هم ما كانوش يعني لا حول ولا قوة، فيشوفوا أسوأ في اللي عمل فيهم كده. مش عارفة اتكلم، مش عارفة، طبعا انتوا عارفين عن الموضوع اكتر مني، بس محدش يا جماعة يعني اتمنى اللي قلبه ضعيف او اللي بيتعب نفسيا بلاش يدور في الموضوع دوت، ولا يعني ولا اشوف فيديوهات من الناس اللي طالعه بتتكلم كان بيحصل فيها ايه. الموضوع صعب قوي، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي احنا منتظرين يا رب عدلك في الناس دي. انا بقول ان لو في بلد محتله بلد وبياخدوا منهم بقى ناس يعتقلوهم، فده غير بلدك وغير ملتك وغير دينك وبيعمل فيك عمايل، فانت عارف ان هو هيعمل فيك كده، ده مش من دينك. يعني اسرائيل لما بتاخد حد من فلسطين احنا متوقعين من اسرائيل دي اسوأ حاجه، ما احنا عارفين يعني شويه صهاينه يعني هيعملوا ايه، يعني اكيد مش هيعملوا حاجه عدله، فاحنا دي متوقعينها. انما يبقى من بلدي ونفس ديني تقريبا واحنا نفس الوطن ونعمل كده في بعض، دي أسوأ واللي ما كانتش متوقعة. حسبي الله ونعم الوكيل. ودي أبسط كلمة ممكن الواحد يقولها ليل نهار، ويعني اللي أنا بقوله يا رب مستنيين نشوف عدلك في الناس دي. بس وزي ما قلت قبل كده، وانا اسفه عن ان الفيديو طال، عدل من ربنا ان في نار مستنيه في الاخره، مستنيه الناس دي، عدل من ربنا. ما حدش يقول ان مفيش نار وان مفيش عذاب قبر وان مفيش، امال الناس ديت هيحصل فيهم ايه لما مفيش نار ومفيش عذاب؟ امال الناس دي هيحصل فيها ايه؟ عادي كلنا نموت، اللي تعذب واللي عذب وكله يموت ويروح كده خلاص؟ مش ممكن. والناس اللي بتقول لا خلاص احنا كلنا هنموت، يعني الالحاد يعني كله هيموت ومفيش حاجة تانية بعد الموت. يا نهاري، ازاي يا جدعان؟ ازاي ان مفيش حاجة تانية بعد الموت؟ يعني واحد عمل كل ده يبقى مفيش حاجة؟ واللي مش منطقي، مش عقل، مفيش عقل هيقبل الكلام ده. الحمد لله يا رب ان الواحد مسلم، وان الواحد مؤمن ان في جنة ونار، وان الواحد مؤمن ان النار دي ليها ناسها ومستنية الناس ان شاء الله، وهتقول هل من مزيد. النار هم دول. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اللي بيبرد قلب الواحد ان في نار مستنيه الناس دي.
والله اللي مخلينا يعني نهدى شويه وحاسين ان في عدل. بس احنا يا رب عايزين نشوف في الدنيا كمان، عايزين نشوف في الدنيا عدلك يا رب على الاشياء اللي عملوا وسائل التعذيب واللي عذبوا. اسفه على الاطاله جدا، بس الموضوع مستفز والواحد مش قادر يتكلم اصلا ولا عارف يعبر حتى. ربنا يهدلنا اولادنا، وربنا ينتقم من كل ظالم، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا ينصر اخواتنا المظلومين والمقهورين في وجه الارض جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.